يلا هنعمل حبة قرنبيط. سامعة الجمال، سامعة الصوت، سامعة القرمشة. الطبقة زي ما هي مفيش حاجة بتقع منه، والخلطة بتاعتنا في منتهى الجمال وريحتها تحفة ولونها جميل جدا. وهيقعد معاكي الزيت من اول دقيقة لاخر دقيقة، الزيت بتاعك تقريبا زي ما هو ولونه نضيف زي ما هو، ما تبهدلش مننا خالص. وتعالي اقولك ايه السر وايه السبب اللي ادانا الجمال، وبمكونات بسيطة واقتصادية وفي منتهى الجمال، وصوت القرمشة فيه والطعم حكاية. ادخلي بقى معايا. انا بحب اجيب زهرة القرنبيطة الصغيرة، ما بحبش الكبيرة الضخمة. فانا عشان اعمل كمية جبت 4 وحدات بس، حجمهم حلو كده متوسط. وتنقي القرنبيطة البيضة اللي تكون مضغوطة ما فيهاش فراغات وتلاقيها فيها فاضي كده، لا هاتيها مليانة وتكون حلوة كده وسط، ويكون لونها ابيض. دي بتبقى احلى حاجه وبتبقى مسكره، بتبقى في منتهى الجمال. هتقشري طبعا، تشيلي الاخضر اللي عليها وتقطعيه على شكل وردات. ويا ريت تكون الوردات بتاعتك مش كبيره، يعني تكون وسط او صغيره. دي حلوه، ما بتشربش زيت معاكي وما بتاخدش كميه زيت كتير، عشان بتبقى الزهره او الورده صغيره. فمجرد ما تحطيها في اي حبه زيت قليله هتغطس فيها وتستوي معاكي. يبقى نفصص الكميه اللي انت عايزاها كلها. ومعانا ميه مغليه اهي بتغلي لسه معانا. هنزل عليها معلقه كبيره من الملح، واحط عليها نص معلقه صغيره من الكمون. ده طبعا علشان ريحه القرنبيط ما يبقاش ليه ريحه قويه، وفي نفس الوقت يبقى مريح للمعده. الكمون بيريح المعده. وهتنزلي الزهر بتاع القرنبيط في الميه المغليه. بعد الميه ما تغلي بالقرنبيط، يعني احنا سقطنا القرنبيط، الميه غليت تاني معاكي، الحله غليت، هتسيبيها بالظبط 5 دقايق وانتي مغطيه. بعد ال5 دقايق هتعري الحله بتاعتك، هتلاقيها بتغلي اهي، هتلاقي الزهر بتاعك استوى. وطبعا لو الزهر صغير قوي ما بياخدش سوا، كل ما بيكبر معاكي هياخد وقت شويه معاكي، بس هي كلها دقايق. فالحجم الوسط ده بياخد معايا 5 دقايق بعد الغليان. انا طلعت زهرة القرنبيط كلها اهي، وهبتدي اعمل الخلطة بتاعتي. هتجيبي كوباية من الدقيق، عليها نص كوباية من النشا، وهنا النشا اللي بتديني قرمشة وبتخلي الزيت بتاعنا نضيف. عليهم كوباية من اللبن، 3 حبات من البيض، ومعانا نص حزمة بقدونس، كزبرة، شبت اخضر، بناخد الورق بس ونقطعه قطع صغيرة. معايا قرنين فلفل احمر او اخضر، حاميين او باردين براحتك. بتحطي الملح بتاعك، معلقة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الثوم المفروم. ومعانا هنا باكو فيجيتار، انا حطيته حار، انت ممكن تحطيه بارد. ده بيغير الدنيا معانا خالص، وهيديكي قرنبيط احلى من فراخ كنتاكي كمان. بعد كده بتقلبي وتنزلي بقى بميه على الخليط بتاعك لحد ما توصلي للتقل اللي انت شايفاه ده. هو تقريبا كوبايه من اللبن هياخد معانا من كوبايه لكوبايه ونص من الميه. بعد كده هتجيبي طبق تاني، هتنزلي عليه كوبايه من الدقيق، عليهم نص كوبايه من النشا. ودي تاني حاجه سر القرمشه وسر ان القرنبيط بتاعك ما يشربش زيت. ده انت بكوبايتين زيت عملت بيهم ال4 قرنبيطات اللي انتوا شايفينهم دول، وفضل لسه الزيت معايا ونضيف وفي منتهى الجمال. انزل الزهره في الخلطه السايله، ومنها على الخلطه الجافه اللي هو النشا والدقيق اللي انتوا شايفين كده، ويكون الزيت بتاعي مقدوح معايا. وانزل الزيت لحد ما تخلصي اخر واحده، هتلاقيه اصفر ونضيف وشفاف زي ما انت شايفاه كده، لان النشا بينضف الزيت، ما بيخليهوش يغمق معاكي وما يخليش القرنبيط يشرب زيت. بنفس كوبايتين الزيت هتخلصي القرنبيط كله، وفي نفس الوقت الطاسه هيفضل لسه فيها زيت. اول ما ياخد معاكي اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده، هتطلعيه على طول. وما تنسيش تحطي القرنبيط بتاعك والزيت حلو سخن كده كويس، عشان ياخد معاكي غلاف كده من بره ويقرمش وياخد لون حلو وما يشربش زيت. شايفه الصوت، شايفه الجمال. ولا تقولي بقى كنتاكي ولا تقولي ماكدونالدز ولا تقولي اي حاجه من دي، القرنبيط بتاعنا ما فيش زيه. وتبتدي بقى اعملي فرشه من البواقي بتاعه الخضره اللي احنا طلعناها،
احنا خدنا الورق بس، هتاخدي بقيه الحزم قطعيها صغير واعمليها فرشه. طبعا في الاول هتطلعي على مناديل عشان تشرب الزيت، وبعد كده تاخدي ترشي على حبه الخضره دول. لو هتنسوش، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش زي ما احنا متفقين اللايك والشير والاشتراك، وندعم القناه، وان شاء الله تعملوه يعجبكم.